بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تحية طيبة إلى كل الشرفاء وإلى كل الأحرار الرجال الصامدين في الجبهات وخصب الذكر. تحية شباب المناطق وشباب انتفاضة 15 أكتوبر، وتحية خاصة للجيش الليبي والقوات المسلحة وإلى أبطال عملية الكرامة، ونحيي أسر الشهداء وأمهات الشهداء برضو، نوجه لهم التحية والشكر. نبي نخاطب الليبيين، ندوي للليبيين على قصة سموا فيها لا إله إلا الله اجتماع ما يسمى اجتماع القبائل اللي في مصر. أول شيء بنقول للليبيين حاجة، والليبيين أنا عارف الليبيين كلهم معايا وحيأيدوني في الكلام هذا وحيقتنعوا. اسمه اجتماع القبائل الليبية، اجتماع القبائل الليبية مفروض يكون على الأراضي الليبية، مش اجتماع القبائل العربية. اجتماع القبائل الليبية ليس اجتماع القبائل العربية مش يكون في دولة أخرى، اجتماع القبائل الليبية. ليش ما يكون الاجتماع في البيضة والله في المرج والله في طبرق؟ هذنا الحمد لله كل المناطق آمنة، شوف حتى بنغازي آمنة، يقدروا يديروا حتى في بنغازي كان يبي يديروها، ما يتحججوش بها حجة يقول لك مش أمان والله اللي فهمت ولا. لكن نحكوا المناطق الآمنة البيضة المرج الطبرق يقدروا، كان الاجتماع هذا في صالح الوطن يقدروا يديروه في واحدة من المناطق هذه. تمام. ونقول لهم حاجة، تم الزز بأسماء وشخصيات وطنية ونعرفهم كويس، وفي حتى اللي تواصلت معاه حلف لي قال لي والله ما عندي علم نجيت سماية، حاطين سماية. أنا بقول لكم حاجة واحدة، أنتوا اللي قاعدين في مصر برا، أنا نقول لكم اجتماعكم من توا يعني كيف نوصف لكم؟ أنا ما بديش نوصف وصف مش لائق احتراما للناس اللي تشاهد فيا، مش لكم أنتوا، أما أنتوا خونة نعتبركم، لأن اجتماعكم هذا جلب الاستعمار وجلب قوات على الأراضي الليبية، وهذا حلم إبليس عشان إبليس شوية من الجنة. وعلى فكرة الاجتماع هذا فيه مصطفى عبد الجليل ومحمد المقريب. مصطفى عبد الجليل اللي سلم الدولة للإخوان والميليشيات والتنظيمات الإرهابية، ما سدش عملته، الله يعطيك دعوة يا مصطفى عبد الجليل، ما سدش عملته الأولى اللي دارها، تو بيسلموا الوطن بالكامل للروح، وما دي حل بعيدة عليهم، لأن في ناس وطنيين وفي شرفاء ومستعدة حتى تقاتل من أجل الكلام هذا. بيسلموا الوطن بما فيه للصليبيين، وبيجيبوا لك قوات أجنبية في حجة شنو؟ في حجة مكافحة الهجرة غير الشرعية ومحاربة الإرهاب. لا، الإرهاب في رجالة قاعدين ورجالة قاعدة تحك فيهم كل يوم، تحك فيهم. تحية لأبطال الجيش وشباب المناطق، في رجالة الإرهاب قادرين عليه الرجالة، فهمت ولا؟ هذه مش حجة. والحمد لله الجيش الليبي أصبح في أرقى المستويات، ويعتبر من تو نعتبر فيه جيش الحمد لله، ونشوف فيه كلنا نشوف فيه. ثانيا وفي حاجة أخرى، شو المعنى يعقد الاجتماع نتاعها مدى الوقت تو في الوقت هذا بالذات، وقت الجيش يحقق في انتصاراته في الحسم على الخوارج وعلى الملة المارقة، شو المعنى يديروا الاجتماع هذا تو؟ الكرامة راي باقية، نقول لكم الأخيرة يا ومنتصرة إن شاء الله بفضل الأبطال اللي قدموا أرواحهم وقدموا كل ما يملكوا من شباب مساند ومن جيش ليبي ومن عسكريين ومن قادة. الكرامة حتنتصر، باهي ولا لا؟ في حاجة أخرى ضروري إنكم تفهموها. أنا نبيكم أنتم يعني تو مدارين اجتماع، أولا شنو هي أهداف الاجتماع؟ تو أنا لما ندير مشروع أو ندير ندوة أو ندعو الاجتماع، أكيد اجتماع من أجل شيء معين.
للاسف يعني ما طلع ما فيش شيء. سمعنا هيك اجتماع القبائل الليبيه والنخب الوطنيه والشباب ومش عارف شنو، وفي مصر شنو اهدافها؟ من اللي يقود في الاجتماع؟ ايطاليا وفرنسا. يجيك امام الاخير. والاجتماع كان متفق عليه من فتره، على فكره مش ممكن حاجه نحن ما نمصوش في صوابعنا. الاجتماع كان متفق عليه من فتره. اولا هم يبي يستغلوا القبائل، والقبائل اشرف منهم. القبائل الليبيه اشرف من الخونه اللي توا قاعدين يبي يجيبوا الاستعمار وبذريعه وبحجه ان مكافحه الارهاب ومش عارف والهجره غير الشرعيه. من القبائل؟ من هم شوف القبائل؟ نعرفوهم شوف القبائل، كلهم شوف القبائل نعرفوهم. ما يجيش واحد يلبس لي شنه حمراء تلبسوه شنه حمراء وتقول هذا شيخ قبيله وتطلعوه في مصر. لا، شوف قبائل نعرفوه. وفي نفس الوقت انا عن نفسي نحكي، اذا كان قبيلتي تخش في مشروع ومشروع هذا ضد الوطن، ضد فيها قبيلتنا، ما تمثلنيش هذا. لاني نشوف في التضحيات ونشوف في الناس اللي ماتوا ونشوف في الشهداء ونشوف في الناس اللي قدمت بعد التضحيات هذه كلها. تجوا انتم بتخربوها، لا يفتحكم ربي. انتم اللي تو انكشفتوا، وهذه حاجه بالنسبه لي انا نعتبر فيها هذه حاجه كويسه اللي مش عرفناكم. عرفنا الخونه من؟ عرفنا من الخونه ومن اللي ضد عمليه الكرامه ومن اللي ضد الجيش. هذه كويسه لنا عرفناكم. ثم الموضوع هذا طبعا انا نحسب فيه هيك بيني وبين نفسي، وهذه يعني انا هيك فسرتها ان الجيش حقق انتصار واصبحوا هم كلهم الاخوان والميليشيات والمؤيدين للاخوان والاحزاب المؤيده للاخوان واحزاب الاخوان اصبحوا شنو؟ كل يوم يضيق عليهم الخناق. كل يوم يضيق عليهم الخناق. فاضطروا هم انه شنو؟ يبوا يجيبوا اسيادهم باش يحزوا عليهم، كيف ما نقولوا كيف ما نقولوا بالليل وبالعربي، بيجيبوا اسيادهم لان هم عملاء. اسيادهم قطر، تركيا، اسرائيل. اجيكم من الاخير ما فيش شيء يدرك. الفيسبوك الحمد لله معبي فضايحها، وقاعد فضايحها مما لان ربي فضحهم. انا نطلب ونشكر برضو النخب الوطنيه والنشطاء والحقوقيين والسياسيين اللي تم الزز باسمائهم واستدعوهم لهالمهزله، لعب الاطفال، الخيانه، سميتها الخيانه الذي الحمد لله نشكرهم ان هم ما شاركوش في الموضوع هذا، لانه ما دام واعيين نشطانا، واعيين نشطاء سياسيين، واعيين وفاطنين وعارفين المؤامره شنو. يا راجل حطوا اسماء ناس حطوهم ززوا باسمائهم وما عندهمش علم. اقسم بالله العظيم امس كنت نكلم في شخصيه معروفه ومش داعي ذكر اسمها، نكلم فيه بالتليفون والصبح والله الصبح بدري يمكن الساعه 8 ونص من النوم. قلت له يا استاذ فلان كيف انت حاطين اسمك في الموضوع هذا؟ قال لي والله ما عندي علم. قلت له نوض افتح النت وتلقى قوائم بتاع اسماء كشوفات هذول اللي مشاركين في مؤتمر الخيانه، مؤتمر العار، مؤتمر المهزله. ونبي نعرف حاجه اخرى. في حاجه بسيطه لفتت نظري في الموضوع هذا. من ضمن قوائم النخبه اللي حاطينها نروحها النخب، هم قوائم اسماء اللي مشاركين في الحوار. يقول لك شنو؟ اسماء المشاركين في الحوار من القبائل الشريفه والنخبه الوطنيه والنشطاء، حاجه زي انا اللي قريتها. في حاجه ضحكتني وخليها تضحك معايا حتى الناس، خليها تضحك شويه. احد الاشخاص تلقوه قاعده، احد الاشخاص المشاركين في الحوار في مؤتمر القبائل، اقصد المهزله بتاع مصر مع احترامي للشرفاء، شو كاتبين حداه؟ الاسم فلان الفلاني، رجل اعمال، ناشط سياسي، ناشط اجتماعي.
اش تعرفوا؟ الاسم فلان فلان فلاني، رجل اعمال، ناشط سياسي، ناشط اجتماعي. ضحكتني يعني كيف جاتني ما فهمتهاش. قولوا عميل خاين بيجلب الاستعمار، هيك المفروض تسموه. على العموم انا نطمن كل الليبيين نقول للليبيين ان جيشكم وقيادتكم الحكيمه كل يوم تحقق في الانتصارات، واللي يديروا فيهم نحكي بالليبي ما يزيدناش الا قوه وعناد من اجل الحق ومن اجل حفاظ دماء الشهداء، الناس اللي ضحت والشباب اللي ماتوا العسكريه والشباب المدنيين اللي ساندوا في الجيش وشباب المناطق وشباب انتفاضه 15 اكتوبر. بخص بالذكر تو ذكرني يا اخويا قال لي راه يزعل. انا هذوما الناس نحترمهم ونقدرهم ولهم تحيه، لكن الخونه انا نقول لكم اللي قاعدين في مصر تو اللي دايرين اجتماع في مصر، انا افضل كما تروحوش خير، لان راهو احتمال يتم القبض عليكم. انا نقول لكم ولا خير كذا. اجتماعكم واضح، ونبي حاجه اخرى مهمه جدا. انا اتحداكم انكم تديروا الاجتماع داخل ليبيا. اتحداكم في وجوهكم انكم تديروا الاجتماع داخل ليبيا. ما تقدروش، لان انا نقول لكم ليش ما تقدروش. اسيادكم فاضين عليكم. الاجتماع هذا كان منسق ومفبركين مع بعضكم، وهي راهي العمليه منظمه من اشهر، طلعا حتى اشاعات قصه التدخل الخارجي وكلام زي لكن ما عبرناش وما دورناش، فهمتوا ولا؟ فهم طبعا ايطاليا وفرنسا يبوا تدخل خارجي بذريعه. ذريعه شنو؟ طبعا البرلمان مستحيل، البرلمان في ناس شرفاء مستحيل انها توافق بالكلام هذا. الحكومه برضه فيها ناس شرفاء، بالغض ان الحكومه عندها اخطاء لكن فيها ناس شرفاء. فشو قال لك؟ الثقل اللي هو القبائل. عدوا جابوا كم واحد، مع احترامي للقبائل الشريفه، راه نحترم في القبائل، مش تأجر الرأي العام. تو عارفهم بيأجروا الرأي العام وبيحاربوني والدنيا بتنقلب تو على القنوات وعلى الفيسبوك فشنو صار؟ عدوا جابوا كم واحد لابس شنه حمراء، مع احترامي للشنه، والله الشنه اشرف منكم. الشنه هذه شنه البدو، الشنه للشرفاء، لا انتم وسختوها الشنه. مع احترامي للشنه، والله الشنه عندي افضل منكم مليون مره. جابوا كم واحد لابس شنه حمراء وقال لك هذا شيخ قبيله. قبيله ماله؟ اي قبيله؟ بايس انا ماني مثلي ماله شيخ قبيلتي، اللي بنعرف انا شيخ قبيلتي ماله؟ اللي مثلي انا نعرف شيخ قبيلتي، انا نعرفه. بدي نحكي عن نفسي، اللي بنعرف ماله شيخ قبيلتي اللي ماشي يمثل فيا يدعو بالنيابه عني وعلى الحوار اللي بنعرفه ماله. ترى انا نشكر كل القبائل اللي استنكرت الكلام هذا والشرفاء واللي قالوا نحن مش حنشاركوا، تحيه لهم. لكن انتم اللي درتوها عملتكم هذه، اللي درتوها هذه خشتكم ببذل التاريخ، انكشفتوا خلاص. انا نقول لكم اجتماع القبائل هو اجتماع لجلب استعمار والصليبيين، لا ولا لا؟ ومش في صالح الليبيين الاجتماع هذا، لان اللي في صالح الليبيين تكون داخل ليبيا في الوطن. حاجه برا الحدود الليبيه مش حنعترفوا بها وفي مزبله التاريخ. يجيكم من الاخير، واللي بيصير يصير. نقول لكم حاجه، الخوف من الله. وعندي شبرين بكره نبي نرقد فين، سوا بيكم ولا بلاكم. وعارف روحي مرات مش حنسلم منكم، انكم خونه مع احترامي لكم. اللي يخون بلاده توقع يدير اي حاجه، فقشك يجيكم. فهذا خوف من الله. وتهديداتكم على الصفحه نتاعي، طبعا انا نزلت منشورات وانتقدت الكلام هذا، ما يكذبش عليكم، يعني انتقدت الكلام هذا بكل قوه يعني صراحه. تهديدات ورسائلكم
هذا كله ما يزيدنيش الا قوه وصمود من اجل حاجه واحده، عارفين شنو؟ من اجل هالشهداء والابطال. الابطال اللي قاعدين يضحوا كل يوم وقاعدين يقاتلوا كل يوم من اجل شباب هالمناطق وابطال الكرامه وابطال الجيش، هذا ما يزيدنيش الا قوه وصمود. كل ما انتم تزيدوا تهدوا وتدزوا في رسائل على الفيس ورسائل على صفحتي الخاصه قاعده كلها موثقه كلها راهو قاعده ما نعبرش فيها والله نقدر نضحك بس تحسوا فيا اني حاجه كبيره بالعربي. لما انتم تهددوني خلوا فيها تحس اني حاجه كبيره ونهز عليكم. فلهذا المدعو الصفحه نتاع رفيق الحياه ولا قاعده على اللي نازل فيها تهديدات ونقول له زيد هدد وزيد دز رسائل، هذا كله يزيدني قوه وصمود من اجل الوطن مش من اجل حاجه اخرى. انا لا نبي مصر وهو الشباب والله نقول كم اللي درته لله مش حنبي به، خليه لله وللوطن، واللي بين الشرفاء عارفين ايش درت، هذا لله وللوطن مش حنبي به، باهي ولا لا؟ لكن يوم تشوفوا علي الديبه وقدام اللي تو يتكلم، في بعض من الناس يقول لك علي الديب يطلعوا في ناس ويحرقوا في ناس، يقولوا لا ادمي يقولوا مش يعطوا منصب. انا مش بتاع مناصب، مش بتاع كراسي. اليوم قاعد على كرسي بكره تلقى روحكم قاعد في الحبس ولا قاعد في الشارع، وهذيك كلكم عارفينها والدنيا تبرد. لان انا مش بتاع كراسي، انا صاحب كلمه حق، صاحب كلمه حق، وعلي وعلى اعدائي الحق ما نسكتش عليه. وحاجه تمس الوطن ولا مؤامره على الجيش ولا شخص بيدير مؤامره او مجموعه بتدير مؤامره على الجيش ولا مسؤولين بيديروا مؤامره على الجيش، حنطلع وحنتكلم مش حنسكت، حنطلع وحنتكلم. وفي من حيأيدني عليك مش حنسكت. هذا مثل ما هو حاصل توا في مهزله الخيانه اللي دايرينها في مصر، اللي اجتماع القبائل. او دويت تكلمت حبيت نوصل صوره ونوصل الفكره اللي بيين، لان في ناس مغيبه وللاسف في ناس فرحانه يسحبون مثلا اجتماع القبائل صلحوا باهي. ترى انتم جبتوا اجتماع القبائل، نبي منكم حاجه واحده، ترى انتم تو بدانين اجتماع القبائل في مصر، نتحداكم تطلعوا قرار وتردوا النازحين. اجتماعكم هو انتم اجتماعي في مصر، اتحداكم يكون في قرار للنازحين اللي في الخارج، ويكون في قرار للمعتقلين من ابطال الجيش، لو انا اعتبرهم من ابطال وصمدوا بالاخير كما تبي تفهموها تعين الجيش الاولين اللي كانوا يقاتلوا في النظام السابق. اتحداكم ترى ديروا قرار، اتحداكم تفرضوا عليه مصراته انها تسلم سلاحها. انتم اللي مجتمعين في مصر افرضوا عليه مصراته مع احترامي للشرفاء انهم يسلموا سلاحهم ترى وينضم لعمليه الكرامه. اجتماع القبائل صح ولا لا؟ اجتماع القبائل انتوا طلعتوا تمثلوا فينا، انتوا طلعتوا تمثلوا فينا، انتوا القبائل الان. شوفوا القبائل، الواحد لابس شنه حمراء قاعد في مصر غادي مصورين مرة تو ينزل صورهم على الفيسبوك، في اللي مش ماشي معاه الشنه بكر، والله الشنه اشرف منكم. نبوا قرار بان الميليشيات فجر ليبيا تفرضوا عليها تطلع من طرابلس، ترى انتوا القبائل الان نبوا قرار بعودة النازحين، انتوا يا اجتماع القبائل في مصر، وقرار برجوع الدروع والميليشيات تاع مصراتة تنسحب، وقرار ترى ضموا مصراتة لعملية الكرامة، ترى خلوهم ينضموا بيسلموا سلاحهم للجيش مع احترامي للشرفاء مازال نقولها. ترى افرضوا عليه كارة انه يطلق المحبسة اللي عنده، ديروا قرار ترى
هذه قرارات، هذه من قبائل يمكن نعرف عنها اجتماع قبائل، لكن نتحداكم وما زال نقول لكم نتحداكم انكم تديروا الحاجات هذه. ما تقدروش لان انتم خونه، انتم معاهم. من الاخير اجتماع القبائل اللي روجوا له في مصر والدنيا تو مقلوبه، واجتماع القبائل وتسويق اعلامي بشكل غريب، هو اجتماع الاخوان واجتماع ايطاليا واجتماع فرنسا. يعني بالعربي من الاخير المؤامره والمخطط نتاع الربيع العربي اللي خص ليبيا، الليبيين يفهموها، هذه كلمه مهمه. فشل، فضحهم ربي، ما عادش عندهم مخشة وخلاص الا بذريعه محاربه الارهاب ومكافحه الهجره غير الشرعيه، يديروا تدخل بالذريعه دي. فضحهم ربي ومؤامرتهم انفضحت وفشلوا، وحقق الشعب الليبي انتصار عليهم كلهم وعلى الغرب بالكامل. هيك نقول لكم من الاخير، لا تقول لي مزن سمع، لا تقول لي مش عارف شنو، كلهم فشلوا خلاص، كلهم فضحهم ربي، ما عادش عندهم مخش في ليبيا. اللي سرقوه في الدوره سرقوه اموال الليبيين، تو كان يلقوا بيكملوا هالشويه البترول اللي قاعده ولا شويه الفلوس بيسيطروا على ليبيا. لا يفتحكم ربي والله العظيم، دون موت ودون قتال ودون دق اسود على روسكم وعلى روسهم. تحطوا ارض كرعيكم، جربوا بس حطوا كرعيكم على الاراضي الليبيه حتلقوها جمل. انتم والديون اللي معاكم، الديون اللي جابوكم، ديون الكلب، مع احترام الكم، مع احترام للشرفاء، قصدي مع احترام للشرفاء يا سلوفيه، ديون الكلب، ديون الكلاب هذيما اللي جابوكم واللي دراهم بيجيبوكم ما يقدروش. ذريعه بسرق، ذريعه وانتصارات هائله يحقق فيها الجيش، دراهم هم بيخربوها. مش حتى انتصاراتنا مستمره وماشيه للان لقدام الحمد لله. كل يوم الكرامه والجيش والشباب مناطق كل يوم لقدام، وانتم كل يوم لورا. ربي فضحكم. نجيكم من الاخير. اما راهو تلعبوا في ولكن، وانا نفضل انا نقول لكم حاجه من توا، راهو الراي العام واغلب الشعب الليبي مستاء منكم. نفضل انكم تقعدوا في مصر، ما تجوش هنا، اقعدوا غالي، خليكم غالي في مصر ويصرفوا عليكم قطر وتركيا ولا عدوا قطر ولا تركيا. مش سهله عملتكم اللي انتم توا بتديروها، لكن ربي كشفكم الحمد لله. مش سهله، بيع الوطن بالكامل مش سهله. هذه لا اله الا الله، والله قسم بالله العظيم كل ما نحس في روحي ندوي اكثر ندير فيكم حاجه كبيره وانتم ما تسووا شيء، خونه عملاء ضد مصلحه الوطن. وفي حاجه اخرى قال الليبيين، برنامج اجتماع مصر مصطفى عبد الجليل بالعربي، في مصطفى عبد الجليل ومحمد المقريف ومصطفى عبد الجليل. الله يعطيك العافيه مصطفى عبد الجليل من وسط قلبي، الله لا تسامحك والله لا تربحك. ما صدقش عملتك لولا سلمت السلطه وسلمت الدوله للاخوان والميليشيات وسلمتها للارهاب، خليت الدوله ضايعه، تو جاي بتسلم الوطن للصليبيين. الله يعطيك العافيه. نبينا عزايزنا وامهات الشهداء، امهات شهدائنا، امهات الشهداء اللي توا شهداء الكرامه وامهات شهداء اللي هي يعني مصطفى عبد الجليل في كل وقت وفي كل صلاه. الله لا تسامحك والله لا تربح. حسب الله ونعم الوكيل فيك يا مصطفى عبد الجليل. انت والدراكول هذا مصاص الدماء المقريف الكلب اللي حل اللي دار حمله الخير والله حمله الشر على راسه. اصحاب من سنان عملتك اللي درتها بن وليده، قال لك حمله خير، حيح عليكم حي، قسما بالله العظيم كانكم انتم فلتوا بالعداله من ربي مش حتفلتوا في الجحيم.
على ما فعلتم في الشعب الليبي 4 سنوات، ولما توا فرحنا الحمد لله وربي نقبنا قادة شرفاء من الجيش وبقيادات في هالعملية، عملية الكرامة. تو جايين روحكم تخشوا وخلاص تلصقوا تتحنسوا، ما لقيتوش بالعربي من الأخير يجي كمان. أنا نلخص عليكم كلمة، هذيما ما لقوش كسرة. واللي عجبتني في قيادة الجيش كل من شارك، شو نقول لكم، كل من شارك في القصة اللي صايرة، قصة الأنصار ومجلس الشورى، أحسن حاجة حتى يجيب يبرر موقفه، لا قاعد على جانب أنت كنت من الإخوان، أنت كنت تأيد فيهم، لا قاعد بالعربي ما يلقوش مخش في الكرامة. الكرامة أشرف منكم، ما فيهاش مخشرة. كرامة عملية شريفة أشرف منكم، ما تحطوش فيها مخشرة. هذه مرحلة يقوم بها الجيش الليبي والقوات المسلحة من أجل تحرير الوطن من هالشر الدماء. والحمد لله بنغازي، الناس اللي قاعدة في بنغازي تشوف كل يوم في التقدم والتضحيات اللي يدفعوا فيها برضو الشباب وأبطال الجيش. الحمد لله كل يوم في انتصارات وتقدم. وأنا عن نفسي نقول أيام معدودة أو أسابيع معدودة، أسابيع حيكون تحرير بنغازي قريب. فهذا الليبيين خليكم فاطنين، وانتم احسن حاجه الليبيين فاطنين ونازلين فيهم تورا نتاعين مصر، قصدي الخونه اللي بيجيبوا الاستعمار. اي نعم بيجيبوا الاستعمار. لا كلمه الاستعمار خليهم يقولوا ازلام، يقولوا من ازلام. انا من ازلام، كنت مع عمر شو بتدير وين من الاخير، كنت مع عمر، مش نزلوا لي في صورته على الفيسبوك، كنت مع عمر. الشعب الليبي كله كان مع عمر. لما نقول كلمة الصليبيين والاستعماريين واليهود والنصارى السياد كانوا أفهموها، الليبيين يفهموها بروحهم. شو المعنى؟ الاجتماع القبائل ولا اجتماع الخيانة ولا اجتماع بيع الوطن، سموه كيف ما تسموه في مزبل التاريخ. تو في الوقت هذا بالذات هيك الليبيين تفسروها بينكم وبين انفسكم. تو في الوقت هذا بالذات لما الجيش يقدم وفي تقدم، انتوا تودوا اجتماع خارج حدود الوطن وباسم القبائل والنخبه الوطنيه ومانيش عارف شنو، وززيتوا باسماء ناس وطنيه وشرفاء اشرف منكم. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا زي ما نقول لكم الموضوع اللي صاير هذا في مصر لخص لكم كلمه واحده: عشم ابليس بشويه من الجنه، شويه عشم ابليس بشويه من الجنه. وانتم فتوا ابليس، يعني انتم قعدتوا فتوا الشيطان وابليس غالب. ناس بتجيب لك استعمار، ناس حيشدك من خرابك. في حاجه اخرى، نشكر كل النشطاء وكل الحقوقيين والشرفاء في مؤسسات المجتمع المدني اللي تم الزز باسمائهم وهم لم يشاركوا، ونشكر كل القبائل الشريفه اللي ما شاركتش في الكلام هذا. اما اللي لابسين لي شنه شارينها من مصر، دايرين لي شنه حمراء، الشنه ما زال نقول لكم الشنه الحمراء هذا ميراث للليبيين واشرف منكم. دايرين روحكم شو قبائل، كل واحد لابس لي شنه في مصر ويمثل في قبيله. ريحوا رواحكم، خليكم في مصر، ما تروحوش عاش من بوكم، لان مرات يصير كلام اخر، لان عملتكم العمله بتاعكم مش سهله. تجتمعوا على الوطن وبتخونوا الشهداء وتخونوا دماء الاطفال اللي قاعده كل يوم تقدم في بنغازي. فيش خلاتكم انتم وصلتوا وتكلموا وصار منكم. تحيه لكل الشباب المقاتل وكل شباب انتفاضه 15 اكتوبر، وتحيه لعمليه الكرم، وتحيه لقاده الجيش، وتحيه كبيره لامهات الشهداء. ونبي من امهات الشهداء يدعم على كل واحد كلب خاين عميل مشارك في المهزله هذه، والله اي مهزله، والله واحد ضد الوطن.
دعاء الامهات ودعاء امهات الشهداء حي عليكم مستوى. وما زال نقول لكم انا عن نفسي هاي ضروري يفهموا اللي بيه، انا ما نبي شيء ولاني طمع في شيء، واقسم بالله العظيم ورحمه بادي في التراب اني انا طلعت ودويت، ورغم اني كنت غايب عن الساحه وعن المشهد هذا الفتره دي كانت تحكم فيه بعض الظروف، والله هو اللي عالم بها، المشكل غير الله مدلل، لكن اللي خلاني نطلع وندوي ونتكلم وحرد راهو وبكل قوه من مشهد من جديد، لاني لما نحس خيانه للوطن، نحس بيع الوطن، نحس مؤامره للوطن، حنطلع ضدكم واحتمال حتى نقاتلكم. مستحيل ان انا نحكي عن نفسي وخون الدماء. كل يوم يطيح واحد اقسم بالله العظيم، واللي يصدقها ما مش مصدقها رجعنا ما صدقها، كل ما يطيح راجل من رجال الكرامه ولا من الشباب المساند للجيش ولا شباب انتفاضه 15 اكتوبر، كل واحد يحس بيه خويا، يحس بيه يقرب لي كانه قريب اللي يطيح لي ولا نستشهد. يا خونا دافعين دم راه دافعين الشباب هذا من وطننا، اللي انتم تو تساوموا عليه برا مع سيادكم، دافعين دم. انا مبادئي كالاتي: ركوب على كتف الرجال لا، مش على نفسنا، انا لا اسوى شيء، لا أسوأ شيء أمام هؤلاء الأبطال اللي قدموا كل يوم يقاتلوا، قاعدين كل يوم في المحاور في الجبال. بعض من الناس يقول لك علي الدين داير لنا حاجة كبيرة اللي طلع يوم 15 اللي قرأ بيان. أنا لا أسوأ شيء أمام هؤلاء الأبطال اللي قدموا في أرواحهم كل يوم، يقدموا في أرواحهم كل يوم. أنا لا أسوأ شيء أمام هؤلاء الرجال. أنا لا نبي مصر ولا نبي أي حاجة من الدولة، ونحط صبعي في عين اي واحد يقول علي الدين خذ حاجه، والله ونتحدى اي واحد يقول علي الدين اعطيته شيء، والله اعطيته فلوس، والله ما خذيت منها شيء الدوله وما نبي منها شيء. انا صبي علي واحد يكرني من ودني يقول لي اطلع برا الكلب، احترامكم ما نبي منكم شيء، لكن حاجه ضد الوطن او ضد خيانه لدماء الشهداء قسما بالله العظيم تلقوني قدامكم ولن يرحمكم، وحننزل وحندوي وحنتكلم لا ولا لا ردا على تهديداتكم وكل تهديدات الخونه اللي امس واليوم على الفيسبوك يدزوا في الرسائل على صفحتي الشخصيه. حنتكلم وحندوي وكل ما انتم تهددوني نفرح، نحس بروحي انا خوف فيكم، نحس بروحي دي حاجه كبيره. وما زال نقول لكم انتم اللي مجتمعين في مصر كانكم انتم فعلا وطنيين، اجبروا ميليشيات من طرابلس انها تنسحب، سيب العاصمه للجيش باي ولا لا، اجبروا المؤتمر الوطني منتهي ولايته انه هو خلاص، اجبروا الميليشيات اللي عندهم مش انتم شغل قضايا، خلوا الميليشيات يطلقوا الاسرى اللي عندهم في طرابلس، اجبروا مصراتها ميليشيات مصراتها مش الشرفاء انها هي تنضم للجيش وتسلم اسلحتها وتسلم المطلوبين. رجعوا تولغى، ترى كانوا انتم فعلا وطنيين، نتحداكم اللي قاعدين في مصر ودايرين اجتماع في مصر، نتحداكم تديروه وما تقدروش تديروه لان انتم عندكم ورقه مكتوبه من اسيادكم من ايطاليا ومن فرنسا، اهدافكم وتقولوا كذا 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 يوم كذا كذا جايكم مكتوب، لان فابركينا من اشهر ما يمشيش علينا. ونوجه تحيه 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 كبيره ما زال نقول للجيش الليبي وكل الشباب المساند للجيش وشباب المناطق بالدرجه الاولى، شباب انتفاضه 15 اكتوبر، ونحييكم بتحيه الصمود، ورانا منتصرين وراهو جيشكم في تقدم. واقسم بالله العظيم ما رأت عيني وما شفته في الجبهات من ما شفته خلاني اني انا اقتنعت ان نحن منتصرين. ما شفت هؤلاء الابطال اللي تقدموا على النار خلاني استبشر بالنصر، يعني الحمد لله من الفرح انا اللي شفت التقدم اللي صاير في بنغازي
وفي كل المحاور خلاص ضيقوا عليه هيك، ضيقوا عليه، ضيقوا وبعدين الضرب هيك جيفه ومات من الانصار والدروع وهالمجلس مش عارف مجلس الشورى الكلاب. والله العظيم استبشروا خير يا ليبيا. وتحيه ما زال نقول تحيه لكل الشباب وتحيه للشرفاء الوطنيين. وما زال قلت لكم انتم يا بتاعين مصر كانكم انتم نضاف ومؤتمركم مؤتمر القبائل شروطنا 1 2 3 كذا مش نعاود الكلام. ترى ديروها انتم نقول بعدين فعلا هذا اجتماع القبائل اجتماع وطني هذه قبائلنا لكن كذابين القبائل نعرفوهم نحن وشوف القبائل نعرفوهم ونص القبائل تبرت منا اجتماع فلذا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. فما النصر الا صبر ساعه. ونطلب جميع امهات الشهداء انه جميع الامهات والعزائز انهم يدعوا للجيش ويدعوا لعمليه الكرامه وراهم منتصرين. ونبي الامهات والعزائز يدعم علي مصطفى عبد الجليل وعلي هالخونه للنهر. اهم شيء للنهر نبي العزائز يرفع يديه ويقول انا اعطيك دعوه كل خاين وكل عميل وكل واحد ضد الجيش الله يعطيه دعوه والله اكبر ولا اله الا الله محمد